أظن أن ياسر شعر بأنها كانت أيامه الأخيرة في فلسطين عندما نثر القبلات على الناس عند استقلاله الطائرة. كان ذلك مؤثراً للغاية. شعرت بدنو أجله. شممت رائحة الموت. رائحة الموت. في الأسابيع الأربعة الأخيرة له حاول ما يقرب من 50 طبيباً من فلسطين ومصر وتونس والأردن وفرنسا إنقاذ حياته. أجروا عليه كافة الفحوصات المفترضة للأمراض المعروفة بما فيها بعض أندر الحالات على مستوى العالم، ولكن جاءت جميع نتائج الفحوصات سلبية. في هذه الغرفة توفي ياسر عرفات في تمام الساعة 3:30 صباح 11 من نوفمبر 2004، حيث شكلت وفاته أحد أكثر القضايا غموضاً على الإطلاق. هل هذا نوع من الأمراض النادرة أو ما شابه؟ أو من جانب آخر أهو سم مدسوس؟ سلم الملف الطبي لعرفات إلى السلطة الفلسطينية منذ 8 سنوات، ورغم وعودهم بإجراء تحقيق كامل إلا أن اليسير فقط ما تم إنجازه في هذا الصدد. لكن لم تكن تلك النسخة الوحيدة، فقد كان هناك نسخة ثانية من الملف تحتفظ بها أرملته. وافقت سهى عرفات على إعطاء الملف الطبي كاملا إلى قناة الجزيرة للقيام بهذا التحقيق الحصري، إلى جانب صور الأشعة وآخر متعلقاته، ملابسه، أدويته، حتى كوفيته المميزة. بدورنا أخذناها إلى أفضل المختبرات في أوروبا سعيا وراء إجراء فحوصات جنائية جديدة، فأي شيء يمكن أن يكون غنيا بالاحتمالات حتى لو كان شعره. يمكنك إجراء التحليلات حتى بعد 10 أعوام من جمع الأدلة. أجرت الجزيرة تحقيقا مدته 9 أشهر في محاولة لاكتشاف كيف مات عرفات. هل كانت ميتة طبيعية أم كان اغتيالا؟ إذا علمت أن عرفات مات مسموما فإن ذلك سيسدل الستارة عن لغز موته. ياسر عرفات على مدار 4 عقود كان الشخصية الأكثر أهمية في عالم السياسة بالشرق الأوسط، وأكثر شخصية عربية عرفها العالم. رجل شكل ملامح المقاومة الشعبية ووضع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على رأس الأجندة الدولية. لقد كان هو من بدأ بفكرة عملية السلام، وليس الإسرائيليون ولا الأمريكيون. لقد بدأت في عام 1988 حين توصل إلى حل الدولتين، ومن هنا انطلقت ما يسمى بعملية السلام. لقد كان الرجل الوحيد الذي بمقدوره أن يعطي الشرعية لاتفاقية لطالما كانت مؤلمة ولطالما كانت ناقصة. في عام 2000 انهارت محادثات السلام وبدأت الانتفاضة الثانية، وألقى المجتمع الدولي بأسره اللوم بشكل مباشر على عرفات. بعدها بعدة أشهر تمخضت الانتخابات الإسرائيلية عن فوز أرييل شارون الذي أدار حملته وأقامها على تعهد بالتعامل مع عرفات بقسوة. توقفت المفاوضات تماما رغم ترك بعض القنوات مفتوحة. أخبرني رئيس الوزراء الإسرائيلي وجها لوجه سيكون رد فعل مختلفا تماما ولن نمنح أي مهلة أبدا. فقلت له هل هذا تهديد؟ فأجاب أنا لا أهدد، ولكن رجالك يعرفون سياستي. إذا كان هناك من يشكل تهديدا لشعب إسرائيل سأتعامل معه، سأمحيه من الوجود. في 2002 اندفعت الدبابات الإسرائيلية إلى داخل رام الله ودمرت معظم مراكز قيادة السلطة الفلسطينية والتي تعرف باسم المقاطعة. ياسر عرفات محاصر في شقة بها غرفتان محاطة بالأنقاض، ويشتد الضغط عليه من الخارج. أدعو الفلسطينيين لانتخاب قادة جدد لا علاقة لهم بالإرهاب. في أغلب اللقاءات التي حضرتها هنا في باريس وإسرائيل والولايات المتحدة كان ينظر لعرفات على أنه الشيطان، الرجل الذي يعيق عملية السلام. كانت هناك أفكار قائمة بأنه إذا ما خرج عرفات من اللعبة فسيصبح كل شيء بعد ذلك أكثر سهولة.
كان وهما الاعتقاد بالتوصل إلى تسوية مع من سيخلفونه. لكن تغيير النظام كان هو ما وضعته واشنطن وتل أبيب في الاعتبار. هذه سنة الحياة الديمقراطية التي اخترناها طريقا لا رجعة عنه لشعبنا الفلسطيني. بحلول عام 2003 أخفقت محاولات سحب السلطة من عرفات وتسليمها لآخرين، فعرفات الذي كان معزولا من قبل أعدائه ومهجورا من قبل رفقائه ظل متمسكا بالسلطة، ومع تردي موقفه الدولي لم تلقى التهديدات على حياته أي معارضة. علينا أن نركز على القتلة وهؤلاء الذين يلهمونهم وينسقون عملياتهم، وأن نتخلص منهم إن لازم الأمر، وعرفات ليس مستثنى من ذلك. لم يكن حلفاء شارون السياسيون وحدهم من يتحدث بقسوة. في عام 2004 تنصل شارون من تعهده المسبق للولايات المتحدة بأنه لن يقتل عرفات، وأصبحت نواياه السرية معلنة للجميع. لا أظن أني أكثر وضوحا مما أنا عليه الآن. لقد تحللت من ذاك الالتزام. أنا في حل من ذاك الالتزام الذي أعطيته لعرفات. كان واضحا أننا متوجهون إلى مأزق خطير يمكن أن يكلف عرفات حياته السياسية، ويمكن أن يكلفه حياته كذلك. 12 من أكتوبر تشرين الأول 2004 يبدأ عرفات يوما آخر تحت الحصار الإسرائيلي مع منعه من مغادرة مسكنه. ليس في ملف الوثائق ما يشير لإصابته بأي مرض بخلاف الأعراض الصحية الطبيعية التي كانت تظهر عليه. في ذاك المساء وبعد 4 ساعات من تناول الطعام مرض عرفات مرضا شديدا تشير الملاحظات في سجله الطبي أنه كان يشعر بالإغماء المصاحب للغثيان والقيء وآلام البطن، ولكن دون ارتفاع درجة الحرارة. بدأنا رحلة فهم المسبب للأعراض الأولية لمرضه بعيدا عن فلسطين في شمال اسكتلندا. الخبير الاستشاري الأول لدينا هو البروفيسور ديف باركلاي، عالم في الطب الشرعي أسهمت خبرته في حل قضايا عويصة. عكفت على دراسة كافة الأوراق التي يمكن استعادتها من السجلات الطبية. إنه حقا ملف جيد، لذا تعمقت في كل ذلك محاولا الوصول لسبب مرضه والعلاج الذي تلقاه، أو أن أتمكن من معرفة سبب ذلك المرض في المقام الأول. طبقا لما جاء في الملف، كان الطبيب الأول الذي قام بالكشف على عرفات هو عمر دقة، طبيبه الخاص لما يقرب من 20 سنة. عانى عرفات من الإنفلونزا قبل سنة، ورأى دقة أن ذلك كان مجرد عودة للمرض. في الأيام القليلة الأولى لم تتخذ إجراءات قوية بما يكفي، ولكن سبب ذلك مفهوم إلى حد ما. لم يقدر أحد أنه كان يعاني فعلا من مرض قاتل. في 17 من أكتوبر 2004 تزداد حالة عرفات الصحية سوءا. يطلب الفلسطينيون فريقا مصريا سعيا في الحصول على رأي ثان، لكنهم أخطأوا في تشخيص الأعراض. لم يكن سوى التهاب معوي في المعدة. الطبيب عمر زكي استشاري تخدير بالقاهرة كان عضوا بالفريق المصري الذي عالج عرفات. بقينا ليومين آخرين في رمضان ثم عدنا، كان في حالة جيدة. للحصول على رأي ثان من أحد الخبراء أخذنا الملف الطبي لعرفات بكامله وصور الأشعة إلى سويسرا، حيث المركز الجامعي للطب الشرعي. بدأ البروفيسور باتريس مانجان وفريق الطب الشرعي وخبير السموم التابع له إعادة فحص الحالة بشكل دقيق، مع التركيز على الرعاية الأولية التي قدمت لعرفات. يلزم إجراء جميع التحقيقات من هذا النوع في مستشفى حديث، ويصعب علي أن أتخيل أنه يمكن أن تجرى في رام الله في الوضع الذي كان الرئيس عرفات يقيم فيه. 20 من أكتوبر مؤشر صحي بالغ الأثر. عدد الصفائح الدموية لعرفات يتناقص فجأة وبشدة، مخاطر عالية من تعرضه للوفاة بسبب النزيف الداخلي. بالطبع بعد أسبوع أرى أن الأمر بات ملحا لترتيب عملية نقله. تم إرجاء عملية النقل الضرورية، وبدلا من ذلك تابع أطباؤه في رام الله علاجهم وفق تخمينهم، وذلك باستخدام المضادات الحيوية وأدوية أخرى، وفشل العلاج.
أصبحت هذه القرائن متاحة الآن بسبب القرار الذي اتخذته أرملة عرفات بتسليم الجزيرة كافة ملفات حالته الصحية وما تستعيده تلك الملفات من أحداث. كنت أتصل به لطلب رؤيته ولم يكن يتمكن من الرد. قالوا لي إنه مريض بالإنفلونزا. في اليوم الثالث تمكنت من الحديث معه أيضا وكنت على وشك أن أجن. قال لي إنه مصاب بالإنفلونزا وكان لطيفا جدا على الهاتف. عادة ما يكون معي رسميا للغاية لأن الجميع يسمعنا على الهاتف. قال لي أحبك. تساءلت لما تقول ذلك؟ قال أحبك وأحب زهوة. 26 من أكتوبر تشرين الأول. مر 14 يوما حتى الآن. تنخفض الصفائح الدموية لدى عرفات مجددا. حالته حرجة ويشعر الفلسطينيون بالقلق فيطلبون من المصريين العودة إلى رام الله ويحضرون فريقا طبيا آخر من تونس. بعد أسبوع وفي منتصف الليل تقريبا قالوا علينا الذهاب لرؤيته فحالته ليست جيدة بالمرة. عندما وصلوا كان عرفات في نوبة مؤلمة من الغثيان والقيء والإسهال. أطلع التونسيون سهى على مستجدات الحالة. اسمعي، الأمر غير مطمئن. ليست إنفلونزا عادية، إنه يفقد كل ما في معدته بالكامل. إنه في إسهال دائم. هذه ليست إنفلونزا. كان الأطباء المصريون قلقين كذلك. أرادوا عمل منظار داخلي لعرفات وهو إجراء لفحص المعدة وأخذ عينات من بطانتها. قبل قيامهم بذلك استفسروا من الأطباء الفلسطينيين المسؤولين عن متابعة علاجه. قالوا لقد أجرينا ذلك، ليس هناك حاجة، لقد قمنا بكل ما يمكن فعله. لقد كانوا يتعاملون مع الموضوع باستخفاف. ظل مصير تلك العينات الهامة أمرا محيرا. لسوء الحظ فقدت تلك العينات ولم يتم إرسالها من الأساس إلى المعمل. 28 من أكتوبر تشرين الأول. تطلب السلطة الفلسطينية فريقا آخر، هذه المرة من الأردن. كان الجميع يود أن يلقي عن نفسه المسؤولية حتى لا يتهم بالتسبب بموته، لذا تحتم نقله إلى دولة غربية. الاستعداد لبدء نقل عرفات إلى فرنسا. تطلب الأمر أياما لمقايضة الإسرائيليين، ولكنهم أخيرا وافقوا على ذهابه، بل إنهم وافقوا على رجوعه أيضا في حالة بقائه على قيد الحياة. في تمام 5 سمعت المروحيات الأردنية، مروحيتان كبيرتان قادمتان نحو المقاطعة. أدرك عرفات لأول وهلة أنهما قادمتان لنقله وليس لقصفه بالقنابل. لقد كان ضعيفا جدا وساعدناه مع الممرضات على ارتداء ملابسه. كان ذلك مؤثرا للغاية. بعد 17 يوما من الإخفاق في العلاج تطور مرضه بشكل كبير، حيث أصيب بتخثر منتشر داخل الأوعية يدعى DIC. إذا لم يمكن معرفة أسباب هذه الحالة فإنه سيموت حتما. قد تكون البقع الحمراء أيضا عبارة عن نزيف طفيف في البشرة. العينان البارقتان الصفراوان، هذه هي الأعراض المتوقعة على المصاب بمرض التخثر داخل الأوعية. تظهر أعراض التخثر داخل الأوعية لأسباب عدة لدى المرضى الذين يعانون من أمراض كالحروق الشديدة ولدغ الثعابين حتى التعرض للأشعة. التخثر المنتشر داخل الأوعية هو اضطراب في الدم، وهو عرض لشيء خطير يحدث في الجسم. ففي العادة يتدفق الدم في أنحاء الجسم. إذا أصبت بجرح مثلا فسوف تعمل على وقف تدفق الدم حينها، ويتم ذلك بتشكيل تجلطات صغيرة، وهذا يساعد في عملية التخثر، وبالتالي هذا يعني حدوث تغير في تدفق الدم بالجسم كله بشكل متزامن، وظهور تجلطات صغيرة كثيرة في جميع أنحاء الجسم. الدم سيفقد وضعه الطبيعي ويبدأ غالبا في أكل نفسه. 29 من أكتوبر يصل عرفات إلى مستشفى بيرس العسكري. يتم اصطحابه مباشرة إلى جناح علوم الدم. يصف الملف بشكل شامل ما فعله الفرنسيون بعد ذلك.
الطريقة التي عالجوه بها كانت صحيحة تماما، فقد أرادوا منع جلطات الدم البسيطة من التدهور، كما استخدموا الهيبارين لفعل ذلك، وهو ما كان صحيحا. وكذلك احتاجوا إلى البلازما ومواد تخثر الدم من خلال نقل الدم، وهذا ما فعلوه كذلك على وجه التحديد. 30 من أكتوبر استجاب عرفات للعلاج بشكل جيد، فقد توقف عن القيء، كما اختفى الغثيان والإسهال، بل إنه تمكن من الاحتفاظ ببعض الطعام في معدته. أجرى الفرنسيون عشرات الفحوصات مستخدمين بعض معدات التشخيص الطبية الأكثر تطورا في العالم، لكنهم لم يكتشفوا مطلقا الأمر المسبب للتخثر المنتشر داخل الأوعية. لم يتعامل الفرنسيون مع احتمالية وجود سموم إلا بعد 4 أيام من وصول عرفات. لقد طلبوا إجراء فحوصات، لكن قد مضت 3 أسابيع كاملة منذ بدء الأعراض. أتساءل لما الانتظار قبل جمع عينات الدم والبول والبراز لقسم السموم؟ فإذا كان هناك شك في حدوث تسمم يتوجب تجميع العينات بسرعة كبيرة وبدون أي تأخير. 3 من نوفمبر تشرين الثاني انتكست حالة عرفات فجأة، وبدأت المرحلة الأخيرة من حالته الغامضة. أراد أن ينهض من الفراش، فقد كان يصرخ. قلت له: أرجوك يا ياسر، اهدأ، أرجوك اهدأ. ثم جلست على الأرض، وضعت يدي عليه بينما كان يبكي والدموع تنهمر من عينيه. لم يكن يعرفني وكان يبكي. قلت له: لماذا تبكي؟ كان ينظر لكنه لم يكن يتحدث. كانت الدموع تنهمر من عينيه. وبعدها دخل في غيبوبة خطيرة، غيبوبة عميقة، ولم يكن لدي أو لدى أي من الأطباء في بيرسي أدنى فكرة عما حدث. لم يتعافى عرفات، ولم يتحدث ثانية على الإطلاق. ومع نقله إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى تشبثت سهى بالأمل. وافق الفرنسيون على طلبها تشغيل تلاوات القرآن المفضلة لدى عرفات عبر أرجاء الجناح. عندما سمع القرآن كنت أنظر إلى يديه وكان يفعل هكذا. اتصلت بالطبيب وقلت له: تعال أيها الطبيب بسرعة، إنه يقوم بهذا وهناك علامة على عينيه. قال: لا يا سهى، هذه إشارات عصبية، الأمر طبيعي هكذا، لا تندفعي كثيرا. 4 من نوفمبر تسربت أنباء دخول عرفات في غيبوبة. أصبحت قيادة السلطة الفلسطينية تؤمن بأن وفاة عرفات ستكون في غضون أيام، وكانت زوجته سهى تؤمن بأنهم يخططون للاستيلاء على السلطة، لذا اتصلت بقناة الجزيرة. ليكن معلوما لشرفاء الشعب الفلسطيني أن حفنة من المستورثين قادمين غدا إلى باريس يحاولون دفن أبو عمار وهو حي. كان ينظر إلى رئيس الوزراء بالإنابة محمود عباس ووفده على أنهم القيادة الجديدة المفترضة. في ذلك الوقت ازدادت مخاوف الطاقم المعالج في مستشفى بيرسي من وجود السم. بعد دخوله في غيبوبة عميقة أخذوا عينات عديدة من الدم والبول والبراز، قدموها في سرية بالغة إلى الشرطة الوطنية الفرنسية والمعامل العسكرية لكشف الإشعاع. تم تحليل العينات تحت أسماء مستعارة للكشف عن كل شيء من الزرنيخ وحتى الكوكايين. كان إتيان لوفي وفريدريك مارتيبون اسمين مستعارين لياسر عرفات في المستشفى، وقد استخدموا هذا الاسم لحماية التحليل ومنع أي تسريب للنتائج. في 8 من نوفمبر بدأ الأطباء فحصا محدودا للكشف عن السموم الإشعاعية بقياس أشعة جاما فقط، وقد جاءت نتيجة الفحوصات لنحو لتر من عينة البول سلبية، لكن كانت هناك فحوصات إشعاعية أخرى لم يجروها، لا سيما تلك الخاصة بالكشف عن المواد النووية النادرة. كانت نتيجة الأشعة المقطعية التي تم إجراؤها في 9 من نوفمبر
تشرين الثاني غير طبيعية بالفعل، لأنه كما سترون كان هناك الكثير من النزيف على مستوى جذع المخ وفي تجويف المخ كذلك. الشيء المختلف هنا باللون الأبيض هو وجود الدم في المخ. 11 من نوفمبر تشرين الثاني 2004، بعد 4 أسابيع من التشبث بالحياة، خسر عرفات المعركة. رغم وفاته جراء نزيف دماغي كبير، إلا أن اللوز ظل قائما. ما هي الحالة الرئيسية التي أدت إلى التخثر المنتشر داخل الأوعية وتسببت في زيادة مرضه سوءا؟ الطريقة الأكثر منطقية للإجابة على هذا هي من خلال التشريح، وهو يعد في الحالات المثيرة للريبة كهذه أمرا روتينيا إن لم يكن إلزاميا. لكن الجو هنا في فرنسا مشحون، ومع مغادرة جثة عرفات في رحلتها الطويلة إلى الوطن، فإن المناقشات حول المكان الذي ستقام فيه جنازته الرسمية ومن سيتولى سلطاته غطت على أي محادثات جادة بشأن إجراء تشريح للجثة. لم أطلب تشريح الجثة، كما لم يخطر ببالي ذلك. عندما يصدم الإنسان لا يخطر بباله أي شيء. بعد رحلة طويلة شملت التوقف في القاهرة، تم نقل جثمان عرفات لدفنه في النهاية في رام الله. حتى بعد موته ظل الجدل دائرا بقوة حول الطريقة التي تم التخلص بها من عرفات. الكثير من الافتراضات قامت على نظريات معينة، ولكن جميعها لم يكن له أساس من الصحة. أقوى هذه الفرضيات كانت أنه مات بالإيدز. لم يكن يعاني من الإيدز، فقد خضع لفحصين وكان كلاهما سلبيا. الدكتور توفيق شعبان، وهو خبير رائد في مرض فيروس ضعف المناعة المكتسبة بتونس، أكد هذه الفحوصات. It is my specialty. HIV. It is my specialty. ولذا متحقق لي مش حاجة خارجة على HIV، خارجة. الأشياء التي لم يكن يعاني منها تشمل معظم الافتراضات الشائعة آنذاك، فلم يكن يعاني من اللوكيميا، كما أن نخاعه العظمي بدا جيدا حتى النهاية. لم يكن هناك تليف بالكبد ولا آثار للسرطان. لم تكن هناك أي نتائج إيجابية، ولا يؤيد هذا وجود مرض معدي. من المؤسف أنه لم تتم المطالبة بتشريح الجثة بعد الوفاة على الفور. أعتقد أنه كان بوسعنا الحرص على الاحتفاظ بكميات كبيرة من الكبد والاحتفاظ بالشعر والأظافر وتحليلها. نسأل المسؤولين الفرنسيين عما إذا كان قد تم فعل ذلك، وإذا لم يكن الأمر كذلك فما هو السبب؟ ميشيل إليوت ماري كانت وزيرة الدفاع في عام 2004 والمسؤولة وقتها عن الجيش ومستشفياته. بحسب معلوماتي لم يتم الاحتفاظ بأي عينات دم بعد الوفاة، باستثناء ما كان لإجراءات قضائية. لذا إذا كنت تقول اليوم إنه يجب إجراء تحليل، فلتتحدث إلى عائلة السيد عرفات بذلك. نستفسر من السيدة عرفات إن كان لديها أي من متعلقات الراحل يمكن أن تعطي أدلة للطب الشرعي. هناك حقيبة أعطتها لي مستشفى بيرسي بعد وفاة زوجي، وقد احتفظت بها في مكان آمن. هي تتضمن جميع المتعلقات الشخصية لزوجي، بدءا من قبعته التي كان يرتديها في المستشفى إلى ملابسه الداخلية. ربما يمكنكم من خلال التعاون مع العلماء الكشف عن حقيقة وفاته. بعد تفتيش الحقيبة وجد الأطباء ما يكفي من الشعر لإجراء فحوصات جديدة. سيكون لدينا عينة كافية للتجربة والتحليل والبحث عن مواد مختلفة. ولكن الأمر الأكثر تشجيعاً أنهم تعرفوا على بقع تبين لاحقاً أنها بقع من دم عرفات وبوله. وفي الأشهر القادمة سيقومون بمحاولة كشف الغموض حول ما تسبب في موت عرفات، مستخدمين في ذلك التقنيات الأكثر تقدماً.
مضت 9 سنوات تقريبا على الموت المريب لياسر عرفات. عجز الأطباء حتى الآن عن معرفة كيفية موته، ولم يكن هناك تشريح للجثة. قد يكون أفضل أمل لدينا في عام 2012 لتحقيق انفراجة في هذه القضية داخل هذه الحقيبة. طلبت قناة الجزيرة إجراء فحص عن طريق الطب الشرعي لمتعلقاته الشخصية وكذلك الملابس التي كان يرتديها في أيامه الأخيرة. بدأ العلماء السويسريون عملية مضنية لكشف الحقيقة وراء موت عرفات. إن كنت تريد التخلص من ياسر عرفات فستستخدم شيئا لا يمكن اكتشافه أو يصعب العثور عليه. ما نتحدث عنه هو مقدار ضئيل للغاية، لذا هل سيكون سهلا إيصال السم إلى جسد ياسر عرفات أو أي شخص آخر؟ سيكون أمرا هينا للغاية، فمقدار ضئيل جدا من السم كفيل للفتك بك، فهو ينتشر في جميع أجزاء الجسم. بما في ذلك الشعر، بدأ العلماء السويسريون اختبار عينات تم اكتشافها في غطاء رأس عرفات وملابسه. تكمن ميزة الشعر في أنه أثناء نموه تترسب جزيئات من العقاقير والسموم في قصبة الشعر، لذا إذا وافتني المنية في نفس اليوم الذي أصبت فيه بالسم فإن المكان الوحيد الذي سيكون به السم هو جذور الشعر، لكن إذا أصبت قبل أسبوع فسيقع السم على ارتفاع سنتيمتر واحد من جذور الشعر. المهمة الأولى التأكد من أن هذا الشعر يعود إلى ياسر عرفات بالفعل، وفي سبيل التحقق من ذلك أمر رئيس معهد السموم دكتور مارك أوجسبيرجر بإجراء اختبارات على عينات من الحمض النووي DNA أخذت من أرملة ياسر عرفات وابنته زهوة ذات 17 عاما. بعد مرور أسابيع لا مجال للشك، لقد كنا على يقين من أن هذا الشعر يعود إلى ياسر عرفات بعد أن أجرينا تحليل الحمض النووي له DNA. ما تزال جهود العلماء تقتصر على ما أمكن استعادته، وهو فقط 23 ملغرام من الشعر، مقدار ضئيل للغاية، يكفي فقط لعملية فحص واحدة للسموم مع عدم وجود فرصة أخرى لإجرائها مرة أخرى. جاءت النتائج تخلو من أي أثر لسموم المعادن الثقيلة من الزرنيخ وحتى الثاليوم، ولكن كان هناك اكتشاف مهم. ليس لدينا أدنى فكرة عن تاريخ انتقال الشعر من فروة الرأس إلى القبعة التي كان يرتديها ياسر عرفات، لذا يمكننا القول بأن هذا التاريخ كان قبل أو بعد مرضه في 12 من أكتوبر. بعد عدم العثور على سموم واضحة، طلبنا من العلماء السويسريين النظر في السموم غير التقليدية. بعد أن حصلنا على نتائج، أرسلنا العينات إلى زملائنا في المعهد المختص بالإشعاع للبحث عن عناصر أخرى مثل البولونيوم. البولونيوم 210 عندما مرض عرفات عام 2004 لم يكن يظن أي طبيب بإمكانية استعمال تلك المادة كسم، ولكن عقب ذلك بعامين مات الجاسوس الروسي السابق والذي صار معارضا إلكسندر ليتفينينكو موتا بطيئا في إحدى المستشفيات بلندن. أثبت العلماء فيما بعد أنه ابتلع مادة البولونيوم بعد أن دسها له من قتلوه حينما كان يرتاد هذا المطعم في لندن. وبخلاف البلع، فالوسائل الأخرى الوحيدة لتناول هذه المادة المشعة هي بواسطة الحقن أو الاستنشاق، والجرعة القاتلة منها غير مرئية حتى للعين المجردة. بعد مرور شهر من إجراء الاختبارات في معهد الفيزياء الإشعاعية، أصيب العلماء بالدهشة جراء ما اكتشفوه من مستويات عالية من مادة البولونيوم في فرشاة الأسنان الخاصة بعرفات، بالإضافة إلى 3 عينات من ملابسه، بقعة بول في ملابسه الداخلية، وبقعة دم من غطاء الرأس الذي كان يرتديه في المستشفى عندما توفي، وحتى ياقة بدلته الرياضية المبقعة بالعرق. توجد مادة البولونيوم في الطبيعة بكميات ضئيلة جدا تتكون عندما ينحل الرصاص المشع، لذا يود فريق العلماء السويسري معرفة إن كان هذا بولونيوم طبيعي والمسمى بولونيوم مدعوم، أم هو من النوع غير المدعوم والذي لا يمكن أن يكون مصدره إلا من مفاعل نووي. فحص عينات إضافية من نفس الحقيبة كان واضحا أن مستويات البولونيوم كانت أعلى بكثير فيما كان يرتديه عرفات، وبالتالي مصدرها سوائل جسمه. عثرنا على مادة البولونيوم بقيمة أعلى مما كنا نتوقع، ولكن يتعين علينا مرة أخرى أن نتأكد من كون هذه القيمة العالية هي لأسباب طبيعية أو غير طبيعية، إذ لا يكفي العثور على قيمة عالية للاستنتاج بأنها ليست من الطبيعة.
ولأجل هذا الأمر يحتاج فريق الدكتور بوتشيت 3 أشهر. إذا ظلت مستويات البولونيوم كما هي سيشير ذلك إلى أنه بولونيوم من الطبيعة نتج عن انحلال مادة الرصاص، ولكن إذا انخفضت مستويات البولونيوم فيؤكد ذلك أنها ليست من الطبيعة أو غير مدعومة، مما يعني أن عرفات قد تعرض لبولونيوم تم إعداده في مفاعل نووي. نحن نعلم جيدا أنه في الوقت الذي كان يتلقى فيه عرفات العلاج بالمستشفى قام الأطباء بإجراء بعض الفحوصات على عدة لترات من البول. اطلعنا على نتيجة هذه الفحوصات حيث كانت جميع النتائج سلبية، إلا أنهم لم يبحثوا في فحوصاتهم عن مادة البولونيوم في حد ذاتها. كل ما نحتاجه هو الاطلاع على عينة البول هذا. وافق البروفيسور مانجون وفريقه وطلبوا من قناة الجزيرة إجراء اتصال بالسيدة سهى عرفات، وهي الشخص الوحيد المخول بموجب القانون الفرنسي بطلب عبوات الدم والبول المجمدة، والتي من المتوقع أن تكون محفوظة لدى السلطات. يقوم المحامي التابع لنا في باريس دافيد ميهوت بإعداد الطلبات التفصيلية، وفي سبيل التأكد من عدم فقد هذه العبوات انطلقت سهى عرفات في رحلة لم تقم بها منذ 2004. هذا هو الطريق الذي كنت أسلكه للذهاب إلى المستشفى طوال الوقت. إنها تعيدني إلى الذكريات المريرة. في الطريق إلى المستشفى رن جرس الهاتف المحمول. زهوة، ماما، نحن ذاهبون إلى المستشفى حيث توفي البابا. تعرفين أنا ذاهبة مع كليتون، أخبرتك عن ذلك. سأذهب للسؤال عن عينات الدم والبول لمعرفة الحقيقة عن بابا. نعم، افعلي. ما رأيك؟ نعم، افعلي ذلك. هل أفعل ذلك؟ وباستخدام كاميرا سرية لتوثيق عملية التسليم قامت السيدة عرفات بتسليم الخطابات مباشرة إلى غرفة البريد بمستشفى بيرسي. وفي انتظار الرد شرعنا في سلسلة من التحقيقات لملاحقة الأخصائيين الذين كانوا ضمن الفريق الطبي المعالج لعرفات هنا في مستشفى بيرسي، وإن كان لديهم أي دليل غير مسجل في الملفات الرسمية. حصلنا على إذن كتابي من السيدة سهى عرفات لطرح الأسئلة نيابة عنها. لدينا قائمة طويلة ومعلومات كثيرة نرغب بالحصول عليها، والجميع يرفض الإدلاء بأي معلومات. ألو، مرحبا، هل بإمكاني التحدث مع البروفيسور برونو باتس؟ أصبح الرد اعتياديا، فرغم تلقينا خطابا من السيدة سهى عرفات سمح لنا بشكل صريح بمناقشة طرق علاج زوجها الراحل ورعايته الصحية على يد هؤلاء الأطباء، إلا أن ردهم أفاد باستحالة الأمر بسبب السرية الطبية. قررنا أن نكون أكثر حزما، فإذا ما رفضوا الحديث إلينا سنذهب ونتحدث إليهم مباشرة. قصدنا هذه المستشفى في باريس وحددنا مكان البروفيسور فرانسوا بريكير رئيس إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمستشفى. كان بريكير واحدا من بضع أطباء مدنيين يستعين بهم الجيش الفرنسي في مستشفى بيرسي عندما يصل إلى طريق مسدود. رفض البروفيسور بريكير الرد على اتصالاتنا ورسائل البريد الإلكتروني، ومع ذلك استطعنا التواصل معه واقترحنا عليه أن يتحدث مع السيدة سهى عرفات. الدكتور جان تشارلز بيتي كان اسمه أيضا واردا في القائمة، وهو واحد من أبرز الخبراء الفرنسيين في الأمراض المعدية. دار بيننا حديث لمدة ساعة اتضح خلاله بشكل قاطع اهتمامه ودرايته الواسعة بالقضية، إلا أنه رفض إجراء أي حديث صحفي ما لم يوافق البروفيسور بريكير. تلقينا رسالة من الشرطة العسكرية الفرنسية طلبت منا السيدة عرفات الحضور وقت فتحها الخطاب. يفيد الخطاب بأنهم غير قادرين على إعطائنا أي نوع من عينات الدم أو البول، حيث أنه قد تم التخلص منها في عام 2008 لعدم طلب أي جهة لها. بالنظر إلى عدم وجود تفسير لموت عرفات، يبدو أن التخلص من العينات البيولوجية بعد 4 سنوات فقط من موته كان قرارا غريبا.
وفق القانون الجنائي الفرنسي يجب أن تحتفظ المختبرات بالعينات لمدة تصل إلى 10 سنوات، ولكن مرة أخرى لم يكن هناك أي تحقيق جنائي في موت عرفات، لذا فقد وصلنا إلى طريق مسدود، فلن يكون بوسعنا إعطاء المختبر السويسري أي كميات من دم عرفات أو بوله لاختبارها من أجل الكشف عن مادة البولونيوم 210. بدأ اجتماعها مع الأطباء الفرنسيين الذين رفضوا السماح لنا بالحضور. أخبرني الأطباء أن عرفات لم يكن يعاني من شيء، فقد استقصوا عن كل الأمراض وأخبروني بأنهم لم يجدوا أي شيء. سألتهم هل تعتقدون أن ياسر عرفات مات مسموما؟ فأخبروني بأنهم لا يستطيعون استبعاد هذا التفكير أو هذه الجزئية، فقد يكون مات مسموما بالفعل، إلا أنهم لا يعلمون ذلك. بدأنا البحث في أماكن أخرى عن دلائل يمكن أن تصل بنا إلى حل هذه القضية. كان أطباء تونس ومصر الذين تولوا علاج ياسر عرفات في البداية بمثابة شهود رئيسيين، فأنت بحاجة أيضا إلى التحقق من إجراء قاموا به. طلبنا منها التعرف على هوية الأطباء العرب. هنا عندما قدم جميع الأطباء، هؤلاء هم الأطباء المصريون الذين أخبروني بالفعل أنهم يعتقدون أن ياسر عرفات قد مات مسموما. قالوا إن هناك خطأ ما في الأمر، وهذا هو الدكتور الهنتاتي الطبيب التونسي الذي أتى برفقتنا إلى المستشفى. هذا هو؟ نعم. على اليمين؟ نعم. الهنتاتي؟ نعم، وهو يعتقد أن ياسر قد مات مسموما. كانت أول محطة توقف لنا هي تونس ما بعد الثورة. وصل فريقنا وكله إيمان بأن العقبات التي سيواجهها ستكون محدودة، ولكن بمجرد أن بدأنا مع أعضاء الفريق الطبي الأصلي الذي تولى علاج عرفات، اكتشفنا أن الحصول على التفاصيل الأساسية أصعب مما كان متوقعا. ما نعرفش، مش نعرف. فما حاجات فما رئيس البعثة الطبية هو اللي يشرف على شيء هذا. هل ذلك الشخص هو الدكتور الهنتاتي؟ تشوفوا مع الدكتور هنتاتي تعطيكم أسامي متاع الأطباء الآخرين اللي يخدموا في الفريق. عبر البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، وأخيرا من خلال زيارة شخصية إلى عيادته، طلب الدكتور الهنتاتي من منتجنا ناجي التميمي التوقف عن طرح الأسئلة عليه. وفقا للسيدة سهى، فإنه هو الذي أصر على أن زوجها قد مات مسموما. احنا بنبحث عن الحقيقه يا دكتور، وانت عارف انه في حقيقه. الحقيقه ما هيش عندي، والله الحقيقه عند السياسيين، مش انا في مرحله جديده وعنديش العائله عندها كل شيء، ما تدخلونيش معناها والله اشياء صعبه صرتوا الاشياء هذه، هذا مقتول مش مقتول، مسموم مش مسموم، مشكله كبيره معناها مش دعوه. الطبيب التونسي الوحيد الذي كان على استعداد لتقديم معلومات مفيدة بشأن هذه القضية هو الدكتور شعبان، الذي استبعد أن يكون الإيد سببا لوفاة عرفات. السؤال من وجهه أنا لنوجهه للسؤال لا إسرائيل ولا فرنسا. السؤال اللي ماذا بي أنا يجاوبوني عليه، السؤال يعني هل كان بإمكان الفلسطينيين في الوقت هذاك بالتعجيل بإخراج ياسر عرفات للعلاج باش ما يضيعش الوقت. لم يتعين علينا الذهاب إلى فلسطين لطرح هذا السؤال، فقد اتضح بعد ذلك أن طبيب عرفات الشخصي والذي كان برفقته منذ بدء ظهور المرض وحتى وفاته في فرنسا لا يزال يعيش هنا في تونس. قامت منظمة التحرير الفلسطينية منذ ذلك الحين بترقيته إلى منصب نائب سفير المنظمة في تونس. الو مرحبا. اهلين. دكتور، كلمتك انا قبل شوي، ناجي من الجزيره، كيف الحال؟ اهلا بيك، مرحبا. وبتهمنا جدا انه نوثق التفاصيل خصوصا من الناس اللي كانوا معاشينه باخر لحظات. شوف والله اقول لك اكون يعني صريح معك، انا كل ما عندي من صغيره وكبيره موجود لدى في رام الله. وجلست معهم مرارا طويلا وكل التفاصيل عندهم. لم نكن راضين عن إجابته، فقررنا الذهاب لزيارته في السفارة. التمسنا منه أن يغير رأيه ويدلي بشهادته. غادرنا للتو مكتب الدكتور عمر دقة، وقد ظهر عليه عدم الارتياح لوجودنا هناك، وقال إنه لا توجد أي فرصة لإجراء أي مقابلة صحفية، كما قال بأنها ليست مسألة طبية بل مسألة سياسية خالصة.
وصلنا إلى مصر. أخبرتنا السيدة سهى عرفات بأن الطبيب المصري الرئيسي كان يعتقد بأن زوجها قد مات مسموما، وقد طلبنا من دكتور زكي الإدلاء بمزيد من التفاصيل بهذا الصدد. لقد رفعنا تقارير إلى الرئيس السابق للمخابرات العامة المصرية السيد عمر سليمان، فهذا جزء من الروتين. أعني أنه ينبغي على الفريق الذي ذهب إلى هناك رفع التقارير إلى الرؤساء. قمنا بزيارة مكتب الدكتور إبراهيم مصطفى الطبيب الرئيسي ضمن الفريق الطبي المصري أملا في الحصول على هذا التقرير. لقد عدنا للتو من مكتب الدكتور إبراهيم مصطفى، وهو الوحيد الذي أخبر السيدة سهى عن اعتقاده بأن عرفات مات مسموما، ولكنه ليس موجودا ويتعين علينا العودة مرة أخرى. إنه مهم للغاية، علينا أن نتعرف على ما لديه من معلومات. عندما عدنا إليه دون اسمي وطلب منا المغادرة بسرعة، ثم اتصل بنا لاحقا لبيان أن الجيش المصري طلب منه التزام الصمت حيال هذا الأمر. بدأ الخوف على جميع الأطباء وخشيتهم من التحدث. هل كان مجافيا للمنطق أن نطرح أسئلة بشأن احتمالية قتل عرفات بالسم؟ لقد حاولت إسرائيل اغتيال زعيم فلسطيني بارز عن طريق سم مختلف يصعب اكتشافه. كان ياسر عرفات في وضع سياسي قوي للغاية، وكان له أعداء كثر، وعند التفكير في احتمالية قتله بالسم أو غيره يجب أن نضع في الحسبان ما نطلق عليه التاريخ الإجرامي السابق. في عام 97 قام الموساد باستهداف هذا الرجل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي كان يعيش حينها في العاصمة الأردنية. الأمر في غاية البساطة. في يوم من الأيام أرسل الموساد أحد عملائه إلى عمان لحقن خالد مشعل بسائل وسط الطريق وفي منتصف النهار، وكان مفترضا أن يتسبب السائل بقتله. لم يتمكن الموساد من ذلك، وألقوا القبض على القتلة، وهو ما كان بمثابة ورقة مساومة ذات قيمة أجبرت إسرائيل على توفير الترياق لإنقاذ حياته. في الأردن انكشفت الجريمة لأن مرافقي أمسكوا بالموساد الإسرائيلي، فأصبح هناك برهان ودليل على تورط الإسرائيليين. في حالة ياسر عرفات لم يكن ثمة دليل مادي، وإن كانت قناعة الجميع أن إسرائيل وراء عملية الاغتيال. إذا قدمت لي دليلا واحدا فسأصدق ذلك، ولكن عليك أن تعمل بجد لتقدم لي هذا الدليل. أفضل دليل لدينا هو المادة التي يجري اختبارها في معهد الفيزياء الإشعاعية. عكف فريق البروفيسور بوتشيت لمدة 3 أشهر على العمل لتحديد ما إذا كان البولونيوم الموجود في متعلقات عرفات مدعوما كما يسميه المتخصصون، أي يظهر بشكل طبيعي، أو غير مدعوم، أي تم إعداده في مختبر نووي. Okay, so here is the bag of Mr. Arafat. إذن هذه هي حقيبة السيد عرفات، وكما ترون فإن هناك أغراضا كثيرة بداخلها. هذه مثلا القبعة التي كان يرتديها في المستشفى. تلك هي القبعة التي كان يرتديها وفقا لما أفادت به زوجته حتى أيامه الأخيرة، والتي كانت تحتوي على بقع دم صغيرة قمنا بالفعل بقصها وقياس مستوى البولونيوم بها. رصدنا وجود قيمة مرتفعة من البولونيوم في هذه البقعة. إذا نظرنا هنا نستطيع أن نجد بالفعل فرشاة الأسنان التي قمنا بقص شعيراتها الخشنة، ووجدنا أن كمية البولونيوم أعلى بكثير مما كنا نتوقع. وكما ترون فقد تم الاحتفاظ بهذه الفرشاة في هذا الصندوق، وكذلك في الحقيبة. لذا من الصعب تخيل أنه تم إضافة البولونيوم بعد ذلك بالطرق الطبيعية. وما هي نسبة قيم البولونيوم غير المدعوم التي رصدتموها في فرشاة الأسنان هذه؟ لقد كانت النسبة الكبرى أكثر من 60% من النوع غير المدعوم بالفعل. هذه الملابس الداخلية التي اشتملت على بقع البول التي احتوت على أعلى قيمة من البولونيوم، وقد اكتشفنا في نهاية الفحوصات التي أجريناها وجود كمية كبيرة منه من غير المدعوم. ما نود أن نشير إليه أيضا في هذا الصدد هو أنه كان يرتدي بالفعل القبعة عندما غادر رام الله، فلقد كانت بحالة أفضل بكثير عندما تلقيناها، إلا أننا أخذنا عينات عديدة منها من أماكن مختلفة، وكانت النتيجة أننا وجدنا نسبا كبيرة من البولونيوم في هذه العينة.
لقد تم أخذ جميع تلك العينات من أغراض السيد عرفات التي كان يستخدمها، وكانت تحتوي على بقع بيولوجية واضحة، وكنا نعرف أنه كان يرتدي هذه الملابس في المستشفى. لذا أجرينا الفحوصات على هذه البقع الخاصة به. كانت هذه المستويات كبيرة ومختلفة بشكل كبير، مما يدل على وجود كمية غير طبيعية من البولونيوم. لقد وجدت مستويات منه في هذه الأغراض تحديدا؟ أجل، بالفعل لقد وجدنا بعض مستويات البولونيوم غير المدعوم في هذه العينات. المستويات العالية من البولونيوم غير المدعوم هي من نفس النوع الذي قتل ليتفينينكو. سألنا البروفيسور بوتشيد أنه إذا كان قد تم إعطاء عرفات نفس الجرعة التي تناولها ليتفينينكو، فما هي مستويات البولونيوم المتوقع رصدها في العينات المأخوذة منه بعد 8 سنوات؟ إنها معادلة بسيطة، لأنه ينحل إلى النصف كل 138 يوما. بالفعل إذا ما أخذنا حالة السيد ليتفينينكو فإن الكمية التي تناولها وهي 1 جيجا بيكرل يمكن أن تصبح لاحقا نحو 10 ملي بيكرل. والمذهل في حالتنا هو أننا وجدنا قيما في عينات السيد عرفات بنفس التقدير التقريبي، وهو ما كنا نتوقعه لو أن الأمور كانت هي نفسها في حالة السيد ليتفينينكو. لقد تفاجأنا بذلك. اتصل بي أحد زملائي هاتفيا وقال: أعتقد أن عليك الذهاب إلى المختبر، فلدينا شيء نود أن نطلع عليه. أول فحص أجريناه كان فحصا روتينيا، وكنا نعتقد أنه لا يوجد بالتأكيد فرصة للعثور على البولونيوم في هذه العينات. من الذي يستطيع أن يحصل على بولونيوم غير مدعوم؟ إذا أردت الحصول على هذا العنصر الاستراتيجي الهام، يجب أن يكون لك اتصال جيد مع أناس يهتمون بالأسلحة النووية أو بتصنيعها. على سبيل المثال، كل بلد لديه مفاعل نووي حتى وإن كان لأغراض مدنية يستطيع أن ينتج بولونيوم 210. إنه أمر ممكن. ما يجعل البولونيوم خيارا معقدا من بين السموم هو أن الأطباء ما زالوا غير متأكدين من تحديد أعراضه من خلال الحالات التي تم التعرف عليها. إذا جمعنا كل المعلومات التي لدينا، أي النتائج التحليلية والمظاهر السريرية وملابسات وفاة السيد عرفات، فسيكون من الصعب التوصل لنتيجة حتمية. أنا لا أود إثارة الكثير من التكهنات، ولكنني أعتقد أنه يتحتم علينا في هذه المرحلة الذهاب لأبعد من ذلك وإجراء مزيد من التحقيقات إذا كان ذلك ممكنا. الجواب الوحيد يكمن تحت الأرض في ضريح السيد عرفات في رام الله. ما أود قوله أنه إذا أخذت عظمة بشكل عشوائي من مقبرة فإن احتمال قياس البولونيوم بها سيكون 0 تقريبا. في هذه الحالة إذا كان علي أن أقدم احتمالا، فيمكنني القول الآن من خلال الفحص الذي أجريناه بأن النسبة ربما تزيد عن 50% أو ما يقترب من ذلك، ولكن ليس بنسبة 99% قطعا، ولكن بنسبة أكبر من 50%. أعتقد أن السبيل الوحيد الآن إذا أرادت حقا معرفة ماذا حدث لزوجها هو العثور على عينة، أعني عينة من جثة السيد عرفات تحتوي على كمية عالية جدا من البولونيوم تؤكد أنه مات مسموما. ولكن علينا أن نقوم بذلك بأقصى سرعة لأن البولونيوم ينحل. لذلك لو انتظرنا طويلا سوف يختفي أي دليل محتمل. للمرة الأولى تطلع السيدة عرفات على النتائج. السيدة عرفات، ما هي خطوتك القادمة؟ أعتقد أنني سأطالب باستخراج جثة زوجي وعلى الفور، لأن الأطباء يقولون إنه لم يعد هناك وقت كاف، وكلما تأخر الوقت فإن دليل وجود مادة البولونيوم سيتلاشى. أعتقد أن هذه مسؤوليتي كأم وكزوجة وشريكة لمدة 20 عاماً لهذا الرجل العظيم، وهذه هي رسالتي للسلطة الفلسطينية. عليهم أن يتعاونوا في هذا الأمر، لأن ضريح عرفات موجود في رام الله.
بعد كل ما تم اكتشافه من قبل أطباء ثقات هم الأفضل في العالم، علينا أن نمضي قدما وأن نستخرج جثة ياسر عرفات لنكشف الحقيقة لكل العالم العربي والإسلامي.